السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ دي محاضرة 7 في ريفت 2023. النهاردة عايزين نتكلم عن السلم وازاي ان احنا نبدأ نرسم السلم بعد ما رسمنا البلاطة بتاعت المحاضرة اللي فاتت، وعرفنا ازاي ان احنا نعمل الفتحة بتاعت السلم، واتفقنا ان اي شكل مغلق جوه شكل مغلق بيعمل معايا فتحة. فعملنا الفتحة بتاعت السلم. عايزين ان احنا نبدأ نرسم السلم بتاعنا النهاردة. تمام. فاروح على البلان بتاع الجراوند ليفل. السلم بتاعي اهو، ده الحدود بتاعة السلم بتاعتي. عايز ان انا ابدأ ارسمه. السلم معايا عايز اركز فيه جدا، لان لو مشيت خطواته بالترتيب هيبقى السلم بالنسبة لك سهل، سواء كان السلم التقليدي بتاعنا ده او سلم دائري او ايا كانت السلالم اللي هترسمها. تمام كده. فالسلم بالنسبة لنا هو جزء معماري اكتر ما هو انشائي. فهروح هنا لاركتكشرال. تمام. وبعدين هروح هنا لسيركيوليشن. عندي السيركيوليشن بتاعتي موجود فيها الرمب، لو انا عندي رمب لجراج سواء لطالع او نازل، والستير. انا اللي يهمني دلوقتي هي جزء الستير اللي هو جزء السلم. تمام كده. فاقول له انا عايز اعمل السلم بتاعي. لما عملت ليفت كليك على السلم بدأ يفتح لي هنا سكتش مود. تمام. فقدامي اختيار من الاثنين، يا اما هختار له من هنا الشكل بتاعي اللي انا هرسمه، سواء هو ريكتانجولار السلم العادي او سلم دائري وهكذا، يا اما ان انا ابدا ارسم السلم بتاعي من الاول خالص. طب ابدا ارسم السلم بتاعي من الاول خالص ازاي؟ رمز القلم ده كده يا شباب اسمه كرييت سكتش. فاقول له انا عايز اعمل كرييت سكتش. تمام كده. تمام. طيب، هو المفروض هنا محدد لي نوع السلم بتاعي. طيب لو انا عندي نوع معين عايز استخدمه او نوع معين عايز اشتغل عليه، هاجي من هنا قبل ما اعمل كرييت سكتش واختار نوع السلم بتاعي اللي عايز اشتغل عليه وابدا اشتغل عليه. طيب، السلم عندي يا شباب متقسم لثلاث حاجات او ثلاث خطوات. الخطوه الاولى هي الباوندري. طب ايه هي الباوندري؟ هي الحدود سواء الخارجيه او الداخليه للسلم بتاعي. تمام كده. طيب، نبدأ نرسم الحدود دي ازاي؟ هاجي من هنا كده اقف على باوندري، وبعدين اقول له انا عايز اعمل بيك لاين. حدود السلم دي اللي معايا دي فين؟ ادي هنا مثلا واحد، اتنين، تلاتة. كده خلصت الحدود الخارجية. طيب الحدود الداخلية اللي هي الفانوس بتاعت السلم. تمام كده. طيب هندسة، احنا عاملين كده كل لاين لوحده، واتفقنا عشان نرسم البلاطة او نرسم السلم لازم يكون عندي الشكل بتاعي شكل مغلق. ده رقم واحد. ورقم اتنين ان ما يكونش فيه اوفرلاب. طيب، خلصت يا هندسة الحدود الخارجية دي والحدود الداخلية، ابدأ اعملهم او وصلهم مع بعض بتريم اند اكستند. فروح على تريم اند اكستند هنا كده، وبعدين قول له هندسة انا عايز اعمل تريم اند اكستند ما بين اللاين ده واللاين ده، وهكذا من اللاين ده لللاين ده. تمام. طيب وبعدين انا اهم حاجة عندي الحدود الخارجية. طيب دخلت على الحدود الداخلية دلوقتي، عايز اعمل تريم اند اكستند لده مع ده، وهكذا لده مع ده. تمام كده. طيب تمام كده انا خلصت رسم الحدود بتاعتي يا هندسة. طيب بعدين هبدأ اختار الرايز. الرايز دي اللي هي ايه؟ اللي هي السلمة بتاعتي، اللي هو عرض القلبة بتاعتي. تمام كده. هقول له برضو عايز اعمل بيك لاين، وبعدين ابدأ اختار يا هندسة على كل لاين من اللاينز دي كده. تمام. واحدة واحدة لحد ما احدد الدرجات بتاعت السلم بتاعتي كلها. طيب وبعدين يا هندسة، ابدأ يا هندسة برضو اعمل تريم اند اكستند. بس التريم اند اكستند اللي هتعملها ما بين الرايز والباوندري اللي هي الحدود. طيب قول له كده هندسة انا عايز اعمل تريم اند اكستند، وابدأ امشي بقى. انا عايز اعمل تريم اند اكستند للجزء ده او اللاين ده مع اللاين ده، وهكذا اللاين ده مع اللاين ده. طيب هندسة، لو ركزت كده هتلاقي ان الرايز او العرض الدرجة بتاع السلم بتاعي داخل في الباوندري، يعني متقاطع معاه. يعني بمعنى تاني عامل اوفرلاب. انا عايز اخر حدود الرايز بتاعتي تكون على اول اللاين هنا اللي هو بتاع الباوندري. اعمل الكلام ده ازاي يا هندسه؟ هقول لك هنعمله برضه بتريم اند اكستند. بس هل هفضل احدد على واحد واحد وافضل اضغط هنا وبعدين ارجع اضغط هنا؟ هقول لك لا. طيب نقفل الشكل ده الاول كده يا هندسه، اللي هو الباوندري الخارجي مع الرايز دي، وهكذا الباوندري الخارجي مع الرايز دي. لو جيت هنا كده يا هندسه هتلاقي حاجه اسمها تريم اند اكستند مالتيبل. تمام. هختار يا هندسة اللاين بتاعي اللي هو الباوندري اللي انا عامله ده، وبعدين ابدأ امشي يا هندسة على اللاينز بتاعتك. لو جيت مشيت على اللاين ده كده،
وبعدين قلت له مشي لي يا هندسة على اللاين ده كده، هيبدأ إن هو يعمل لي الحدود بتاعة الرايز بتاعتي جوه الباوندري. تمام كده. فأكمل لو طيب أنا كده يا هندسة عملت إيه؟ كده عملنا الباوندري الخطوة رقم واحد، والخطوة رقم اتنين حددت الرايز بتاعتي. رقم تلاتة هندسة حدد له الستير باس، مسار السلم بتاعك. تمام كده، فاختار له من هنا لاين. طيب مسار السلم يا هندسة اختاره منين؟ هتختاره هندسة من الميد بوينت الأول سلمة، وبعدين تطلع كده لنص البلاطة هنا، وبعدين لنص البلاطة هنا، وبعدين تنهي يا هندسة عند الميد بوينت بتاع آخر سلم. فهنهي هنا كده عند آخر سلمة، وبعدين أقول له سكيب. احنا كده رسمنا إيه يا هندسة؟ رسمنا رقم واحد الحدود الخارجية الباوندري، ثم جينا على الرايز بدأنا نعمل الرايز، ثم تريم اند اكستند وظبطت الشكل بتاعي، وبعدين عملت الستير باس. انا السكتش مود يا هندسه انا متعود عليه، يا اقول له اخرج من الامر يا اما انا خلصت رسم، فاقول له اوكي انا خلصت رسم. يا هندسه هتبص تلاقي ان اتجاه الرسم بتاع السلم بتاعي هو في الاتجاه ده كده لتحت. تمام، تعال نروح نبص عليه في ال 3 دي كده يا هندسه. لو بصيت عليه في ال 3 دي هتلاقي ان انت عندك غلطتين. الغلطه الاولانيه يا هندسه، الغلطة الأولانية يا هندسة إن هو السلم بتاعي أصلا طالع في الدور اللي فوق، يعني واصل ما بين الدور الأول والروف. طيب أنا السلم بتاعي عايزه هندسة يكون واصل ما بين الجراوند ليفل للفيرست ليفل، فهروح هنا للجراوند ليفل كده، وبعدين أقول له سيلكت على السلم بتاعي. لو ركزت هنا كده أقول لك إن البيز ليفل بتاع السلم بتاعي في الجراوند ليفل. تمام كده، لا أنا مش عايزه في الجراوند ليفل، أنا عايزه من السلابون جريد. وتعالى هنا كده يا هندسة روح نبص عليه في ال 3 دي. هتبص يا هندسة في ال 3 دي تلاقي ان هو نزل لك السلم بتاعك لتحت. طيب اولا اتجاه السلم بتاعي معكوس. بمعنى ايه معكوس؟ ان المفروض اتجاه الصعود بتاعي بيكون من هنا من الشمال. روح للجراوند ليفل، وبعدين انت عندك الفيلم هنا هندسة بتاعه السلم بتاعك معكوس. لو ضغطت له على السهم هنا كده بدأ يعكس لك اتجاه الصعود. لو رحت لل 3 دي هتبص تلاقي ان هو بدأ يطلع لك من اتجاه الشمال من هنا. تمام كده. وعشان تشوفه اكتر لف من هنا كده يا هندسه، هتبص تلاقي ان اتجاه الصعود بتاعي بقى من هنا كده ما عادش العكس. تمام كده. طيب ادي المشكله الاولانيه هتروح يا هندسه. والمشكله التانيه يا هندسه ان السلم بتاعي ما هوش ظابط معايا على البلاطه هنا. تمام كده، فهروح للجراوند ليفل او للسلاب ونجري، وبعدين اعمل سيلكت للسلم بتاعك كده يا هندسه. هتلاقي ان البيز ليفل بتاعك هو السلاب اون. طيب والتوب ليفل الفيرست ليفل، لا انا عايز التوب ليفل بتاعي يكون الجراوند ليفل. لما اروح له على ال 3 دي كده يا هندسه بدأ يظبط لي السلم بتاعي، بقى مظبوط معايا على بلاطه الدور الاول او ارضيه الدور الاول. يعني السلم بتاعي بقى بيودي من السلابون جريد اللي هي ارضيه الدور الارضي لارضيه الدور الاول. تمام كده هندسه. طيب هندسه انا ممكن ارسم السلم بتاعي في الجراوند ليفل واروح لل 3 دي ما الاقيهوش. طيب اعمل ايه يا هندسه؟ هتقول له هندسه من الكيبورد عندك في جي. لما يفتح في جي هنا هتنزل تدور هنا يا هندسه على حاجه اسمها ستيرز، او لو انا برسم رامب هاجي على الرامب هنا وافعل جنبه التشيك مارك. فهاجي هنا عند الستير وافعل الستير دي، اخليها تشيك مارك زي ما هي كده. تمام، فهفعل هنا التشيك مارك جنبها، وبعدين اقول له اوكي. طيب انا لو شلت التشيك مارك دي يا هندسه، لو شلت التشيك مارك دي وقلت له ابلاي كده، تمام بص السلم بتاعي اختفى. لكن راجع اما ارجع اقول له انا فعل التشيك مارك تاني واقول له ابلاي، فظهر لي السلم بتاعي. بيقول لي انت عايز تسيب البروجكت بتاعك. هو بيفكرني ان البروجكت لازم يتسيف، عشان انا قايل له انه اعمل له سيف كل 15 دقيقه، فاقول له سيف بروجكت. تمام كده. طيب تمام، احنا كده هندسه رسمنا السلم. لو عندي سلم دائري اعمل فيه ايه؟ امشي نفس الخطوات يا هندسه. فهو على سايت هنا كده، وبعدين ده السلم الدائري بالنسبه لي. هندسه ترسمه ازاي؟ برضو نفس الخطوات. اروح الاركتكتشرال، وبعدين اقول له ستيرز، وبعدين عايز يا هندسه اعمل اول حاجه ان انا هعمل كريت سكتش. طيب عايز تعمل يا هندسه ايه اول حاجه؟ اتفقنا اول خطوه باوندري. فهاجي هنا كده على هاجي اقول له عايز اشتغل بالبيك لاين، وبعدين اختار الحدود يا هندسه بتاعه السلم بتاعي. فده الحدود بتاعتي، وهكذا الحدود بتاعه السلم بتاعتي من هنا ومن هنا برضو لاين، وكذلك من هنا لاين، وبرضو لو قربت هنا كده هعمل لاين، وهنا هعمل لاين. كده انت عملت ايه يا هندسه؟ انا كده يا هندسه عملت الحدود الخارجيه والحدود الداخليه للسلم بتاعي.
طيب اتفقنا. الخطوة التانية تكون ايه؟ هعمل الرايز اللي هو السلالم او عدد السلالم، فاقول له من هنا انا عايز اعمل بيك لاين وابدا امشي لاين لاين كده، ادي واحد اتنين، وافضل ماشي بنفس الترتيب ده كده يا هندسة لحد ما احدد السلالم بتاعتي كلها. تمام. فاحدد السلم ده واحدد السلم ده. جيت هنا يا هندسة واللوحة بتاعت الكاد تقريبا كان فيها خط متشال من هنا، اعمل ايه يا هندسة؟ اروح لامر لاين يا هندسة، وانا على نفس الرايز برضو هروح اختار لاين، وبعدين من الميد بوينت هنا هندسة للميد بوينت هنا. تمام كده. وبعدين اقول له بيك لاين واكمل الخطوط بتاعت السلالم بتاعتي زي ما هي. تمام. بحيث ان انا احدد له خطوط السلم بتاعتي كلها. تمام. طيب بعد كده تريم اند اكستند يا هندسه، ابدا اشيك بقى على نفسي، يعني انا عايز اعمل تريم اند اكستند ده مع ده، وبرضو انا شغال دلوقتي على الحدود الخارجيه، فهشوف ده مع ده وده برضو مع ده. تمام كده. وهكذا بالنسبه لي دول. ادام عملت يا هندسه تريم اند اكستند وعملت اخترت سيلكت اللاين الاولاني، لو جيت على اللاين التاني كده لقيت ان هو مش عامل لي هايلايت عليه، معنى ذلك ان هما معمولين تريم اند اكستند مع بعض او متوصلين ببعض. تمام. وبعدين هعمل تريم اند اكستند هندسه مع الحدود الخارجيه بتاعتي واول سلم، وهكذا الحدود الداخليه واول سلم عشان يقص لي الزيادات يا هندسه. يعني بص هنا الجزء ده كله زياده، لما اقول له تريم اند اكستند ده مع ده والده مع ده بدأ يقص لي الزيادات. تمام كده. طيب اشيك على نفسي يا هندسه، هروح اقول له تريم مالتيب. تمام. وبعدين عشان اشيك على نفسي في الحدود بتاعه السلالم، فهقول له عايز اعمل تريم مالتيب. تمام. وبعدين هختار يا هندسه مثلا سلمه زي دي وابدا تريم اند اكستند، وبعدين اختار اللاين ده، وبعدين ابدا احدد الخطوط دي كده او امشي عليها، لو حاجه عملت معايا هايلايت فيهم فبضغط عليها عشان توصل في سواء للجزء ده او للجزء ده. تمام. طيب وبعدين هاجي اشيك على نفسي هنا برضو يا هندسه، افضل ماشي كده على الخطوط، اشوف لو حاجه عملت فيهم هايلايت عملت معايا هايلايت، فهبدا اضغط عليها يا هندسه عشان يبدا ان هو يعمل لي الحدود بتاعتي انها تكون متوصله بالحدود بتاعتي سواء هنا او هنا الجزئيه دي، وامشي على الخطوط بتاعتي. تمام. الخطوط بتاعتي تمام. ثم انا كده عملت الباوندري وعملت الرايز، عايز اعمل الستير باس اللي هو المسار بتاع السلم بتاعي. طيب هل هعمله بلاين او اللي هعمله بارش ولا هعمله بايه؟ هقول لك يا هندسه هنيجي من هنا كده من الميد بوينت، وبعدين نمشي الجزء ده كده بلاين. بعد اقول له يا هندسه انا عايز ارسم ارش من الستارت والاند، فاقول له انا بالنسبه لي دي الستارت. تمام. ودي الاند. تمام كده. وبعدين ليفت كليك تاني رسم لي الارش بتاعي. طيب وبعدين عايز يا هندسه ارسم لاين من هنا كده لهنا كده للميد بوينت ده. تمام. وبعدين قول له اوكي يا هندسه، السلم بتاعك اترسم ولا ما اترسمش؟ تعالى هندسه قول له علامه الصح دي كده فينش ان انا خلصت الرسم بتاع السلم بتاعي، وتعالى نشوف السلم بتاعي ظهر فين. فلما قلت له اوكي كده الريفت فهم او وصلت المعلومه ان انا كده خلصت الرسم بتاع السلم بتاعي. هعمل سيلكت للسلم بتاعي كده هندسه، وبعدين اركز هنا كده البيز ليفل بتاعه هخليه الفيرست ليفل. طيب والتوب ليفل بتاعه هخليه هندسة الروف. تمام كده. طيب يبدأ هو يحمل معايا كده هندسة، وبعدين هروح لل 3 دي هندسة وابص على السلم بتاعي اللي انا رسمته، اعمل اسكيب عشان يشيل الهايلايت من عليه. ابدأ ابص على السلم بتاعك، فبدأ يرسم السلم بتاعي بالتدريج بتاعه وبزاوية الميل والميلان وكل حاجة انا ظبطتها له. تمام كده. وانا كده اتعلمت ارسم السلم بتاعي سواء كان سلم ريكتانجولار اللي هو العادي بتاعنا، او السلم الدائري او النص دايرة. تمام كده. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية.